بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، صحة فطور الجميع، رمضان كريم. قبل البدء في هذه الحلقة أو موضوع أو محتوى هذه الحلقة، يطيب لنا أن نوجه تعازينا الخالصة لعائلات شهداء الواجب الوطني من أفراد الجيش الوطني الشعبي، وهم 3 جنود رحمهم الله، الذين سقطوا شهداء دفاعا عن حرمة وسيادة وأمن واستقرار الجزائر بالناحية العسكرية الخامسة إقليم القطاع العسكري تبسة. إذن مرة أخرى نوجه تعازينا إلى عائلات الشهداء. موضوع حلقتنا اليوم التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات العدوان على دولة إيران، العدوان الأمريكي الصهيوني. الحقيقة التطورات خلال 24 ساعة الماضية مرتبطة باستهداف جزيرة خرج الإيرانية، وهي جزيرة تقع في الركن الشمالي الشرقي للخليج العربي قبالة مدينة بوشهر، وهي تابعة لمحافظة بوشهر. طبعا هذه الجزيرة ذات أبعاد استراتيجية عسكرية واقتصادية. سكانها يفوق عددهم 20,000 نسمة. تعد من منافذ تصدير النفط في إيران، ويصدر عبرها أو عبر موانئ هذه الجزيرة حوالي 950 مليون برميل نفط سنويا، وتتواجد بهذه الجزيرة تتواجد بها خزانات النفط وموانئ شحن النفط إلى مختلف الدول، وفي مقدمتها الصين وعدد من دول آسيا. طبعا تشير بعض المصادر أنها تعد أكبر محطة مفتوحة لتصدير النفط في العالم، إذ يمكنها تحميل ما يصل إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا، ويمر عبر موانئ هذه الجزيرة ما بين 90 إلى 95% من صادرات إيران النفطية، بمعنى أن هذه الجزيرة لها كما قلنا بعد استراتيجي عسكري واقتصادي بالنسبة لدولة إيران. بطبيعة الحال أنه بعد ضرب هذه الجزيرة أصدرت القيادة العسكرية الإيرانية بيانات يمكن القول أنها شديدة اللهجة، وعلى لسان وزير الخارجية عباس عراقجي أن الهجوم على الجزيرة شن من أراضي جيراننا، وأن الصواريخ الأمريكية هيماوس تطلق من دول
الجوار. وحسبه أن الهجوم على موانئ هذه الجزيرة ذات الأبعاد الاستراتيجية انطلقت من رأس الخيمة بالقرب من دبي. رأس الخيمة طبعا بدولة الإمارات، ولذلك فإن البيانات التي أصدرتها قيادات الجيش والحرس الثوري الإيراني حثت ساكنة المناطق المجاورة للقاعدة الأمريكية أو القواعد الأمريكية المتواجدة بالإمارات الابتعاد في الساعات القادمة عن هذه القواعد الأمريكية. بمعنى، وهنا تبدو السياسة العسكرية الإيرانية واضحة منذ انطلاق العدوان على دولة إيران، حيث قالت أو قال المسؤولون الإيرانيون بأن أي استهداف يأتي من هذه القواعد فتعد هي هدفا للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. يبدو أن الرئيس الأمريكي كما يقول العديد من المتدخلين عبر وسائل الإعلام لم يعي بعد العقلية السياسية الإيرانية. ولقد تكلم أحد الدبلوماسيين الذي أطلق سراحه من إيران في الأشهر القليلة الماضية بتهمة التجسس، حيث كتب كتاب تكلم فيه عن العقل الإيراني وعن الثقافة أو المستوى الثقافي الذي يتمتع به العقل السياسي الإيراني. وقال في هذا الكتاب أن الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ نصف قرن لم تدخل في صراع عسكري مع الإيرانيين، فكل القضايا الشائكة التي طرحت بين الدولتين تم حلها عن طريق الوساطات وعن طريق الحوار. لكن يبدو ترامب جاء بنظرية القوة العسكرية من أجل فرض الهيمنة الأمريكية. وتلاحظون أنه في كل تصريحات ترامب يقول بأن إيران تهدد الأمن القومي الأمريكي. السؤال المطروح على كل المتابعين وعلى كل قاطنة منطقة الشرق الأوسط، بل وعلى كل شعوب العالم الثالث والشعوب العربية والإسلامية تحديدا، من يهدد سلامة البشرية؟ هل هم الفلسطينيون في غزة؟ هل هم الإيرانيون؟ هل الشعوب العربية التي تهدد الأمن القومي الأمريكي؟ من يهدد العالم واستقرار العالم؟ أليس أمريكا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهي تتدخل عسكريا؟ كم قتلت أمريكا من سكان العالم الثالث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى غاية مارس 2026؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.